حكايات عن جزائريين اختاروا غير الإسلام دينا. رفع يسوع عينيه للسماء وقال: يا أبي جاءت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك بما أعطيته من سلطان على جميع البشر حتى يهب الحياة الأبدية لمن وفق. هذه الكلمات التي يتلوها محمد هي صلوات من الإنجيل. في هذه اللحظات القاتلة نشعر جميعا بالذنب. ملحد en français c'est athée. هذا le mot porte beaucoup de clichés. الحكاية الأولى: جزائري صار ملحداً لا يؤمن بوجود الله. L'existence d'un Dieu, c'est vraiment le pourcentage le plus faible et في بالي. لماذا ارتد وكيف ارتد؟ Je ne s'attendais pas à avoir un athée convaincu. J'ai pas eu le choix. الحكاية الثانية: محمد الذي اختار المسيحية. لقيت والدي مسلمين وأنا مسلم، نصلي كما أنا كالناس. أن تغير دينك من الإسلام إلى المسيحية تجربة صعبة كما يصفها محمد بتأثر بليغ. أباك أصعب مرحلة لي أني نرجع مسيحي. عندما يستمعوا إلى شهادات مماثلة تاع ناس ربما يقولوا بلك الله لا غير موجود وبلك الرسول غير موجود، نطلب منهم ما ينفعلوش. وهذه هي وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام. برنامج احكي حكايتك على الشروق العامة يأتيكم في الأوقات التالية: